طيب هل ممكن تذهب القضية الكردية في سوريا بنفس خط القضية الكردية بكردستان العراق في فيدرالية وحكم ذاتي؟ آه، وارد. شوف، لماذا أقول ذلك؟ يعني إذا أتيت، نرجع للزمن، يعني المقدمات المنطقية اللي هي الفكرة، يعني في فترة الخمسينات أو الستينات أو السبعينات، إذا بتجي لعند واحد روسي مثقف أو من العوام وتقول له الاتحاد السوفيتي سينهار، سيتهمك فورا بالجنون. إذا أتيت وقلت يعني نحن أيضا في قبل سقوط نظام بشار الأسد في 2022 23 يئسنا، قلنا خلاص هذا النظام فلك. يعني باق وراح يحكمنا حافظ بشار حافظ الأسد إلى أبد الأبد. لكن الموضوع تغير. السياسة عالم المتغيرات والمتحولات المفاجئة. هذه الدول التي ظهرت، دول الشرق الأوسطية، نتيجة أزمات وصدمات وقلاقل وصراعات، ظهرت دول. بلجيكا اللي أنا أعيش فيها من 1832 ككيان أصلا ما كان موجود، لكن نتيجة صراعات مع بين دول أخرى فحاولوا يساووا يعني منطقة عازلة أو منطقة يعني فض اشتباك، أو سموها بلجيكا، وهي الآن دولة فيدرالية محترمة وعاصمة الاتحاد الأوروبي. لكن النشأة كانت غريبة شوي يعني. ف لا تستبعد موارد شرق الفرات، النفط والغاز أكثر من موارد بلجيكا على صعيد الموارد. الموارد الزراعية أكثر. المساحة هنا مثلا دولة مستقلة وذات أهمية وذات سيادة وكذا، وشرق الفرات لا يحق لها الحكم الذاتي. ليش حبيبي لا يحق لها الحكم الذاتي؟ يحق لها حكم الذاتي. لا تنسى، لا تنسى يا صديقي العزيز، في يوم من الأيام الدروز كانوا دولة، ما تنسوها. أنتم كنتم دولة، لكم عالمكم، دولة بسيطة، دولة يعني مش متطورة، دولة تحت الانتداب، فوق الانتداب، كنت دولة. وتنازلت عن هذه الدولة من أجل سوريا. العلويين كانوا دولة وتنازلوا، الدمشقيين كانوا دولة وتنازلوا لكي تتحقق سوريا. شوف الآن، أنا لا أقول سوريا، لكن النظام الحالي ماذا ينظر إلينا نحن؟ يعني حلف أقليات، بيقولوا عنا حلف أقليات. لك يا أولادي الحرام، لك حلف الأقليات هو اللي أسس لكم هاي الدولة اللي اسمها سوريا. أصلا اسمها مش عربي، اسمها سوريا، آتي من السريان أصلا مغيبين. أنا لهذا السبب إذا تشوف أنت يعني حاطط العلم السوري، علم الاستقلال، هذا مش علم الجولاني. هذا العلم موجود قبل ما أبو الجولاني يتولد. هذا علم الاستقلال وقبل ثورة 2011، والعالم الكردي والعالم السرياني. هاي سوريا. أنا من الناس الذين يعني مع حق تقرير المصير. الدروز بدهم يعيشوا في سوريا، أهلا وسهلا. بدهم يعيشوا خارج سوريا، أهلا وسهلا، لن نقف ضدهم. العلويين بدهم يعيشوا مع سوريا، يا مرحبا. ما بدهم كمان، أهلا وسهلا، وأحترم خياراتهم. ما في وطنية بالقهر والقصر والإكراه.